فكرة ممتازة بزاف إنك تتعلم لغة جديدة اليوم. العالم ديالنا اليوم متواصل كتر من أي وقت فات. تقدر تهضر مع ناس من بلدان مختلفة في الانترنت، تقدر تسافر لأماكن وعرة. ملي كتعرف لغة أخرى، هادشي كيف تحليك بيبان بزاف، كي يخلي هاد التجارب أغنى وأحسن، كي يعاونك تفهم الناس بشكل أفضل. بالصح كي يوسع عليك الآفاق ديالك. تخيل شنو ممكن دير. داكشي علاش تعلم اللغات مهم بزاف دابا. فكر في الخدمة ديالك أو الخدمة اللي باغي شي نهار. بزاف ديال الشركات خدامين في العالم كامل كي يحتاجوا ناس كي يهضروا لغات أخرى. ملي كتكون كتهضر جوج لغات، السيرة الذاتية ديالك CV كتولي مميزة. هادشي يقدر يوصلك لفرص أحسن، يقدر يعني حتى صالير كبر. هي مهارة كي يعطيوها الشركات قيمة كبيرة. إذن تعلم لغة هو استثمار فمستقبلك المهني. هي مهارة عملية للحياة ديال دابا. من غير الخدمة تعلم لغة مزيان ليك بزاف، مزيان لعقلك. الدراسات كتبين أنه كيقوي الذاكرة، كي يحفز مهارات حل المشاكل، كتزيد تكتشف ثقافات جديدة، موسيقى جديدة، أفلام جديدة، طرق تفكير جديدة. هي رحلة ديال التطور الشخصي. كتعلم بزاف على العالم وكتعلم حتى على راسك. هي مغامرة ممتعة ومفيدة. ولكن يمكن كتفكر ان تعلم لغة صعيب بزاف. يمكن حاولتي من قبل، يمكن استسلمتي. بزاف ديال الناس كي يحسوا بحال هكا. الطرق القديمة تقدر تكون بطيئة، تقدر تكون مملة بعض المرات، ولكن الأمور كتبدل دغيا. التكنولوجيا الجديدة كاينة باش تعاون. هذه التكنولوجيا ذكية بزاف، تقدر تخلي التعلم سهل وأسرع بكثير. يلا هنكتشفوا هذه الطريقة الجديدة الواعرة. الذكاء الاصطناعي اللي كنسميوه AI كي يبدل العالم ديالنا. الذكاء الاصطناعي هو بحال شي عقل ديال الكمبيوتر اللي كيخليه يفكر ويتعلم، كيعاونه فبزاف ديال المهام اليومية. دابا الذكاء الاصطناعي كيدير ثورة حتى في تعلم اللغات. تخيل الذكاء الاصطناعي بحال الأستاذ ديالك الخاص للغة. أستاذ ديما موجود، أستاذ صبور ومكي عياش. هادشي كي يبدل كل شي لأي واحد باغي يتعلم، كي يخلي العملية سهلة توصل ليها. الذكاء الاصطناعي بصح يقدر يسرع عليك الأمور. كيفاش الذكاء الاصطناعي كي يدير هادشي؟ هو ذكي بزاف. الأدوات ديال الذكاء الاصطناعي للغات تقدر تصاوب دروس خاصة ليك نتا. كتعلم نقط القوة ونقط الضعف ديالك، كتشوف شنو كتعرف وشنو اللي كيجيك صعيب. من بعد الذكاء الاصطناعي كيبدل الدروس باش تناسب الاحتياجات ديالك، كيركز على داكشي اللي خاصك تدرب عليه كتر. هذه الطريقة الشخصية كتعني إنك كتعلم دغيا، ما تضيعش الوقت في الحوايج اللي ديجا كتعرفها. هذا تعلم فعال. من أحسن الحوايج اللي كيعطيها الذكاء الاصطناعي هي الملاحظات الفورية. ملي كدير شي غلط، الذكاء الاصطناعي يقدر يقولها ليك ديك الساعة. يقدر يشرح ليك فين غلطتي. هذا التصحيح الفوري مهم بزاف. كيحبسك متعلمش عادات خايبة، كتعلم الطريقة الصحيحة من الأول. هادشي كيعاونك تطور دغيا بزاف، كتبني أساس صحيح في اللغة. هذا هو المفتاح باش تقدم دغيا. الذكاء الاصطناعي كيخلي التعلم ممتع كتر. بزاف ديال أدوات الذكاء الاصطناعي كتستعمل الألعاب فطريقة التعليم ديالها، يعني كتخلي التعلم بحال شي لعبة. تقدر تربح نقط، تقدر تكمل تحديات، تقدر تنافس مع صحابك. هادشي كيخلي القراية مكتبانش بحال الخدمة، كتولي بحال المتعة كتر. ملي كيعجبك التعلم كتبقى متحفز، كتبقى ترجع باش تزيد، وهكا كدير تقدم بصح. كاينين بزاف ديال الأدوات الممتازة ديال الذكاء الاصطناعي. ديولينجو يمكن كتعرفوه، مشهور بزاف. ديولينجو كيخلي التعلم يبان بحال شي لعبة، في دروس قصار وخفاف. تقدر تديرهم في أي وقت وفي أي بلاصة. مزيان بزاف باش تزيد كلمات جداد في الرصيد ديالك. كيعاونك تعلم كلمات جداد دغيا، وكيعاونك تاخد عادة التعلم كل نهار. بزاف ديال الناس كيبداو رحلة تعلم اللغة مع ديولينجو.
طريقة ممتعة وسهلة باش تبدأ. أداة أخرى ممتازة هي بابل كيركز كتر على الحوارات ديال بالصح، كيعلمك عبارات تقدر بالصح تستعملها. الدروس مصاوبة من طرف خبراء في اللغات، كتعاونك تبدأ تهضر بثقة. بابل كيستعمل الذكاء الاصطناعي باش يراجع معاك داكشي اللي تعلمتي، كيتأكد انك باقي عاقل عليه. إذا كنتي باغي دير محادثات عملية، بابل اختيار مزيان، كيوجدك للتفاعلات في الحياة الواقعية، كيعاونك تبدأ تهضر دغيا. من بعد كاين روزيتا ستون، هذا البرنامج كيستعمل طريقة كتخليك تعيش اللغة بحال كيف تعلمتي لغتك الأم، يعني مكايناش ترجمة، كتعلم بالصور والأصوات، كتربط الكلمات مباشرة بالمعاني ديالها. هادشي كيعاونك تفكر باللغة الجديدة. الذكاء الاصطناعي هو اللي كيخدم ليه الآلة ديالو باش تتعرف على صوتك، كيعاونك تحسن النطق ديالك. روزيتا ستون كيبني فهم عميق. هاد الأدوات وغيرها اللي كتشبه ليها كتستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء، كتتبع شنو كتعلم، كتعرف فين خاصك مساعدة كتر، كتكيف مع الطريقة ديالك في التعلم. هادشي كيخلي وقت القراية ديالك فعال بزاف، مكتعلمش بشكل عشوائي وصافي، كتعلم بطريقة منظمة وذكية. هكا الذكاء الاصطناعي كيسرع العملية كلها، كيخليك تتعلم اللغة بطريقة أحسن وأسرع، تقدر توصل لأهدافك دغياً. إذن كيفاش تبدأ مع الذكاء الاصطناعي في اللغات؟ الأمر بسيط جداً. أول حاجة، اختار شي لغة عاجباك وباغي تتعلمها. الشغف ديالك هو اللي غيخليك مكمل. من بعد اكتشف بعض أدوات الذكاء الاصطناعي اللي هضرنا عليها، بزاف منهم كيعطيوا تجربة مجانية، شوف شكون فيهم اللي جاتك مناسبة. كيعجبوك الألعاب؟ جرب ديولينجو. باغي محادثات؟ شوف بابل. كيعجبك الانغماس في اللغة؟ روزيتا ستون يقدر يكون ليك. اختار أداة واحدة رئيسية باش تركز عليها في اللول. من بعد حط أهداف صغيرة تقدر توصل ليها، ومتحاولش تعلم كل شي في دقيقة واحدة. حاول تدرب غير 10 ولا 15 دقيقة كل نهار. المداومة هي السر بصح. شوية كل نهار حسن بزاف من حصة طويلة مرة في السيمانة. خليها جزء من الروتين اليومي ديالك، بحال ملي كتغسل سنانك. أدوات الذكاء الاصطناعي غالباً كيكون فيهم تذكيرات، يقدروا يعاونوك تبقى في الطريق الصحيح. هذا التقدم المستمر كي تتجمع دغيا، متخافش تهضر، هاد شي مهم بزاف ديال أدوات الذكاء الاصطناعي فيها خاصية التعرف على الصوت، كتخليك تدرب على الهضرة. شي وحدين فيهم حتى روبوتات ديال الدردشة بالذكاء الاصطناعي، تقدر دير معاهم محادثات بسيطة. هادشي كيبني الثقة ديالك في نفسك. استعمل هاد الخاصيات قدر الإمكان، كلما هضرتي كتر كلما غتطور دغيا. الذكاء الاصطناعي كيعاونك تدرب بلا ضغط. من بعد ملي تكون واجد حاول تهضر مع ناس بصح. الذكاء الاصطناعي بصح واحد المساعد واعر لتعلم اللغات، كيقدم مسارات شخصية، كيعطي ملاحظات فورية، كيخلي التعلم ممتع وشيق. هذه الأدوات تقدر تعاونك تعلم لغة جديدة أسرع بزاف من الطرق القديمة. إذن كنشجعك تجربهم، اكتشف شنو يقدر يدير الذكاء الاصطناعي لأهدافك اللغوية. بريك، تقدر تفاجأ راسك بشحال دغيا تقدر تبدأ تواصل. مغامرتك اللغوية تقدر تبدأ اليوم. راك تقدر ديرها.